سيدنا عبد الرحمن بن عوف أرسى قوانين للاستثمار أو للمستثمر يشتغل بيها في الزمن ده. نسميها ثلاثية نجاح رجل الأعمال. برغم إنفاقه كتير جدا، لكن ما شاء الله ده لم يؤثر على ثروته. هي القاعدة: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فيأتي المضاعفة من الذي خلق الأموال. دلني على السوق، جملة فرقت معايا جدا في حياتي وفكري في البيزنس. عايزين نعرف مين اللي قال الجملة دي ونفهمها كمان صح. الصحابي الجليل الملياردير. ازيك يا شيخ حمد؟ ازاي قول لنا مين الصحابي اللي قال الجملة دي وأثره. يعني نشوق الناس برضك. ده اللي جهز الجيوش، ده اللي كان في أحد المرات جت قافلة فوهبها كلها في سبيل الله. قافلة، تخيلي كده، حد اشتغل في مال ملياردير فقال كده هي كلها لله. هو كان كلما يعني ينفق يزداد ماله. يعني ده القاعدة اللي كانت تجمع الصحابة. هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. يعني إذا حبينا نقول، عشان احنا بنقول معادلة نجاح أو أنجح معادلة، ممكن نقول في 3 جيم تحكم حياة سيدنا عبد الرحمن بن عوف عشان بقى الملياردير. هم 3 جيم: جسارة وجدارة وجودة. جسارة وجدارة وجودة. دول 3 قوانين سبب من أسباب تنمية الثروة عند سيدنا عبد الرحمن بن عوف. لكن نبدأ بالجملة اللي انت بدأت بيها: دلني على السوق. الجملة دي مظلومة جدا عند كل الناس. كل الناس مفكرة دلني على السوق يعني عرفني مكان السوق فين. لا، هو أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعاد بن عبادة، فيعني حصلت المؤاخاة، فقال له أعطيك نصف مالي. ودي اللي هتيجي فيها الجسارة، اللي هي الجرأة اللي والشجاعة. عنده جرأة وشجاعة رهيبة جدا. أول جرأة وشجاعة إن هو جاي فقير. يعني أنت جاي من مكة ما معكش، كان تاجر في مكة، وقالوا له عشان تهاجر هناخد فلوسك وهناخد كل حاجتك. انت كنت مش هتاخد. كان عنده فلوس كتير برضو. كان غني. ودي اللي هتبقى النقطة التانية: الخبرة، الجدارة. عنده جدارة في التجارة. فقال له لا، انا مش عايز ده، دلني على السوق. الجملة دي مظلومة ليه؟ احنا مفكرين عرفني مكان السوق فين. لا، دلني على السوق يعني عرفني طبيعة السوق هنا ايه، التجار بيحبوا ايه، المستهلكين يحبوا ايه. اديني معلومات. فعشان ينزل في اول نص النهار كده بعد ما حصلت المؤاخاة، اول يوم يرجع باللبن والعسل، يرجع كده بحاجات ايه ياكل منها ويشرب. تاني يوم يرجع ب70 دينار، اللي هي في 200. بدأ ينزل يعمل استثمار. بدأ يعمل استثمار ويبيع وكده. فده اول حاجة اللي هي دلني على السوق. مش معناها عرفني مكان السوق فين، لا، دلني على السوق، عرفني بأحوال السوق، علمني. وكأنه بيقول لأي واحد عايز تبقى ناجح: اعرف اللي انت هتشتغل فيه، اعرف المنطقة، اسأل عن البيئة اللي انت هتروح تستثمر فيها. يعني في شركة من الشركات يروى انها راحت افريقيا، عملت لهم معرفش كولديرات مية ساقعة، هي الناس واخدة هناك على انها تشرب كده مية مش ساقعة. فحصل ايه؟ ما كسبتش. ما كسب، رغم ان هم عاملين منتج جديد وما درسوش البيئة. يعني حاجة كده اسمها في دراسة الجدوى نشوف دراسة البيئة. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف أول قاعدة يسأل عن إيه؟ البيئة اللي أنا نازل أشتغل فيه. فالجسارة عنده، الجرأة عنده في إنه أنا جاي كده ومع ذلك أتحمل المخاطر. أنا ممكن أنزل السوق وما أعرفش آكل ولا أشرب، والعرض اللي أنت قلته لي ممكن يتسحب. ما أنا قلت لك مش عايز. والعرب زمان كان عندهم أخلاق إنه يرجع في كلامه، ولكن هو كان واثق كمان إنه هيبدأ من جديد. الجدارة إنه هو أصلا جاي في الخلفية، هو راجل تاجر، فانت هتعطيني نص مالك، فانا هبقى انا كده ايه، بطاله مقنعه. وانا مش عايز اعمل بطاله مقنعه. انا عندي قدره ان انا ابقى ملياردير، وابتدي من اول وجديد. وبالفعل يعني هم حتى في حساب ثروته كان متجوز 4 سيدات، التمن الواحده فيهم فيما يعادل تريليون جنيه دلوقتي. ده التمن الواحده فيهم. يعني ثروته كانوا يقولوا قطعوها الذهب من كتر ما هو موجود، قطعوه بالفأس برغم انفاقه برغم هذا الانفاق. الحاجة الثالثة الجودة. هو كان يقول ايه؟ كنت لا اشتري دينا بدين ولا استقل ربحه. الجودة عنده في انه هو انا لما اشتريش دين بدين، مش اسمها عندنا في الشريعة بيع الكلئ بالكالئ، اللي هو دين بدين. انا اجيب كذا وانا هاخد منك كذا ولا انا معايا فلوس ولا انت معاك المنتج. فكده يبقى احنا بنوهم بعض بحاجة بمعاملة غير موجودة في الواقع.
لا هو كان بيشتغل في الواقع في الجودة. فلذلك عبد الرحمن بن عوف يعني لما نيجي نأسس للمدرسة بتاعته نقول المعادلة دي، واللي هو اعرف انت هتشتغل في ايه. دي قاعدة عندنا في الشريعة الإسلامية اسمها السعي، الوعي قبل السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بس لابد أن يكون في وعي الأول. انت هتشتغل في ايه، هتصرف فين، هتعمل ايه، ثم بعد ذلك خلي عندك جرأة. ويفوز باللذات كل مجازف. سيدنا الحاجة التانية ان يكون عندك خبرة، ولو ما عندكش خبرة تروح تدرس، ادرس الخبرة. يعني حتى في سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان لما يجي يخش مجال مش مجاله كان يعمل ايه، يقولوا انا اشارك بجزء اكبر في المال وانت شاركني قصاد بالمجهود. اكتسابه للخبرة. فيقوم واقف معاه فيتعلم منه، خلاص شكرا كده انا اتعلمت كده، يبقى انا كأن دفعت الزيادة دي علشان اخد ايه الزيادة اللي انا اخدتها. ويقدر يكبر هو بقى ويبقى خد ويكبر خبرة. ويحصل اللي حصل. ولذلك تأتي الغزوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز، فيقول عبد الرحمن بن عوف أجهز، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله الإيه لعبد الرحمن بن عوف وغيرها من الأمور يعني. نقدر نقول إنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف أرسى قوانين للاستثمار أو للمستثمر يشتغل بيها في الزمن ده. نسميها ثلاثية نجاح رجل الأعمال. ثلاثية نجاح رجل الأعمال. لابد من الجسارة، أنت تخليك جريء، ماشي، دوس في الحديد. الحاجة التانية الجدارة، يبقى عندك خبرة، تبقى جدير بالفعل اللي انت او بالتجارة اللي انت هتخش فيها. الحاجة التالتة اللي هي ايه، الجودة، مراعاة الجودة. ما تبقاش بتعمل منتج والمنتج فيه عيوب وعايز الناس تشتري، لا، كل ما زاد المنتج جودة كل ما السلعة بقت احسن. ده بقى دفعا يعني لو نيجي نأسس، هو كان ما بيحبش بيع الغش ولا بيع الغبن. بيع الغبن ده عندنا في الإسلام إن واحد يقابل واحد فياخد منه سعر السلعة بتاعته أقل من المعتاد. ليه؟ لأن الراجل لسه ما دخلش السوق. ده عندنا في الشريعة الإسلامية النهي عن بيع الركبان. يعني كانوا يقف بره كده والقافلة جاية فيقوم قايل لهم أنا هشتري منكم البضاعة اللي معاكم دي، فالنبي نهى عن ذلك. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف عمره ما عملها، لأن فيها استغلال. لأن فيها غبن. الغبن ده إن أنا أشتري من واحد بسعر اقل من المنتج. ليه؟ لانه ما جاش السوق لسه وعارف الناس هتشتري بكام. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يبتعد عن المعاملات المحرمة، وده الجزء الاهم برضو. يعني هو مع كل هذه الثروة التي انفقها والتي كونها سواء في مكة او في المدينة، هو كان يبتعد عن اي معاملة فيها شبهة. فكان هنا دلوقتي ممكن نحط المعادلة بقى في الحلقة، نقول ومن يتق الله يجعل له. التقوى جاءت قبل الرزق، ويرزقه من حيث التقوى جاءت قبل الرزق. فإذا اتقيت زادك الله. من اتقى الله بارك الله له في رزقه. فعايز تنجح تبقى في أنجح معادلة معاك الثلاثة، واتق الله فيما تنفق وفيما تكتسب، وصدقني خير مدرار ورزق وفير. آخر سؤال بقى لحضرتك، عشان ده برضو حاجة مهمة جدا نتكلم فيها، انه برغم انفاقه كتير جدا لكن ما شاء الله ده لم يؤثر على ثروته. فكرة الموازنة ما بين الانفاق وان انا اطلع حق ربنا والصدقات وكل كده، لانه ده ما نخافش انه ثروتنا تقل او ان فلوسنا تقل. هي القاعدة أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. هو كان بينفقها فين؟ ما هي الفكرة مش في الإنفاق، الفكرة في إنفاقها في أي مصدر. لأن الصدقة عندنا تضاعف الرزق. الصدقة حتى يعني في القصص اللي احنا بنحكيها، ان في الواقع حتى واحد يعني انا سامعها قريب سواق تاكسي يقول انا نزلت ومفيش في جيبي غير 100 جنيه. ده في صاحب محل مشهور يقول انا كان في جيبي اخر 100 جنيه. فماشي في الشارع لقيت حد جعان ومش لاقي ياكل، فبصيت في جيبي فقلت يعني هي جت على 100 جنيه اما اديها له. هو ما شاء الله دلوقتي عنده سلسلة مطاعم داخل وخارج مصر. ايوه. فهي الانفاق فين صحيح. وامتى وازاي. يعني هو حتى كان لا ينفق يعني ايه، مش ينفق كده هو عايز ينفق عشان لا، ده كان ينفق في ساعات العسرة وفي ساعات الساعة اللي هي لا الدولة محتاجاك، البلد محتاجاك، فكان ينفق في هذه الحالة فيأتي المضاعفة من الذي خلق الأموال. صحيح. فربنا وانا احب كمان يعني حاجه اتعلمتها وانا بدرس كمان، اليقين، ان الواحد ينفق بيقين. كتير بننفق واحنا مش مصدقين ان ربنا هيرجع لنا ده، بس للامانه
لو انفقت بيقين وتفعيل نيتك انه لا انا واثق في ربنا انه هيرجع لي ال100، يعني اكيد اللي انفق ال100 ده كان واثق في ربنا انه انا بنفقها وانا عارف انه ربنا هيرجعها لي اضعاف اضعاف. اكيد. متشكرة جدا، بشكر حضرتك، دايما بتدينا احسن ختام، وقابلكم في حلقة جديدة من انجح معادلة.